السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. الجزء التاني من تجربتي من منتجات شركة دكتور كلين. دوت يا بنات شكل الصابون اللي في الشركة حلو جدا. كثافته حلوة. سوري. لونه حلو قوي، ريحته حلوة جدا. ليه لمعة كده حلوة في الكوبايات وفي المواعين بتاعتنا. عجبني بصراحة، يعني ما ندمتش ان انا جبته وعملته. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي باسهل طريقة ممكنة، ونشوف هيعمل معانا كام لتر، كميته قد ايه، وهيوفر معانا ولا لا. مبدئيا هو تمنه 25 جنيه. تمام، زيه زي منتجات كتير برضو مصرية وريتها لكم. ده شكله يا بنات. قايلين ان هو بيتخفف في 8 لتر. اول حاجة لاحظتها فيه ان هو اللون بتاعه قوي جدا. يعني لما استعملته بقى، طبعا انا هنا مش هعمل معاكم تجربة الرغوة ولا اي حاجة من الكلام ده. انا طالعة بس يعني اطلع تجربتي مع المنتج وكده، وفي فيديوهاتنا بقى في روتيناتنا هنشتغل بيه مع بعض. بص يا بنات، الكمية محترمة. لما حطيته بقى كده في البانيو بتاعي، العلبة يعني اللي بحط فيها المسحوق السائل بتاعي، لقيت لونه قوي جدا 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 جدا. يعني بصي تحسي انتي بتحطي فروتي، تانج، الالوانات القوية ديت. هو بيبقى عبارة عن كيسين كده، كيس بودر وكيس معجون كده، وبنخلط الاتنين كويس جدا. هو طريقته زي طريقة اي منظم بنجيبه وبنعمله. قلبيهم كويس جدا لحد ما تلاقي الاتنين اندمجوا مع بعض كده وبقوا لون واحد. هننزل بقى بالتدريج بالمية، ما تنزليش مرة واحدة عشان ما يفصلش منك. يعني انزلي شوية 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 شوية، ايد بتنزلي بيها والايد التانية بتقلبي بيها. طبعا وانتي شغالة هتلاحظي ان هو خفيف جدا جدا، ولا تقلقي ولا تتخضي ولا تقولي ان هو باظ منك ولا اي حاجة. دي حاجة طبيعية جدا في التركيبات، لان احنا كده بنصنع الصابون بتاعنا. فما تخافيش ولا تتخضي، هو طبيعي ان هو هيبقى خفيف معاكي كده في البداية، وهنشوف بقى كل حاجة مع بعض، يعني ما نسبقش الاحداث. اسفة طبعا لو الكاميرا عندي بتغيم كده، مش عارفة السبب والله يا بنات. يعني لو حد بيحصل معاه كده وهو بيصور بيحصل كده، يعني قولولي فيدوني في الموضوع ده، لان الموضوع ده معايا بقاله فترة. باجي وانا بصور كده بلاقيه الفيديو غيم كده، الشاشة ما بقتش واضحة، وبعد كده بيرجع تاني لوحده يعني. طبعا انا هنا يا بنات علشان بقلق، يعني ما بنزلش بالكمية كتيرة مرة واحدة، بنزل لتر لتر، شوية بشوية. انا هنا بقولكم ان انا نزلت ب5 لتر. عايزه اقولكم ما شاء الله ريحته قويه جدا. نقلب بس كويس جدا. اهم حاجه في الموضوع ده التقليب، ان احنا نفضل نقلب كويس. هننزل بقى ب8 لتر بتوعنا كلهم. وهنا كنت بحاول ان انا اوريكم شكله كده من قريب واقولكوا طريقه استخدامه. انا هنا خلاص نزلت ب8 لتر، والمفروض ان انتي بتسيبيه ساعتين. لازم تسيبيه ساعتين، ولا تقلبيه ولا تعبيه ولا اي حاجة.
سيبيه كده في الطبق بتاعك ساعتين، وبعد كده ارجعي قلبيه وشوفي بقى شكله هيبقى عامل ازاي. طبعا انا هنا كنت بوريكم ان هو شركة مصرية، كل التعليمات والبيانات اللي مكتوب عليه. روته ما شاء الله يا بنات عالية وكويسة جدا، وزي ما شوفنا في بداية الفيديو تقله حلو برضو. هنا انا بوريكم شكله اول ما عملناه، يعني بوريكم الشكل واللون والتقل. ناقص والله تشموا الريحة بقى، يعني هم صراحة المنتجات بتاعتهم ريحتها قوية شوية، يعني ده اللي لفت نظري عن بقية الشركات التانية، الريحة قوية. بصي بنات خفيف جدا 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 جدا، يعني لو ده بالنسبة لي هيفضل على كده، لا مش هجيبه تاني. تعالوا بقى بصوا بعد الساعتين، اولا الرغوة كلها راحت واللون ظهر وتقل. بصوا المضرب اتفك. يلا مش مشكلة، فداكوا اي حاجة. وما شاء الله تقيل، يعني الكثافة بتاعته واللزوجة كده باينة. طبعا عشان اوضح اكتر هوريكوا كده. بصوا ما شاء الله عسل نحل، حاجة والله العظيم ممتازة. مبسوطة بالتجربة وندمتش خالص. الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها صراحة الباور، وقلتلكوا ليه يعني في فيديو قبل كده. اقول لكم هنا تاني علشان بس محدش يفهم الكلام غلط لو محدش شاف الفيديو. انا بوتاجازي يا بنات العيون ال- المفاتيح بتاعته بلاستيك، والايد بتاعت الفرن بلاستيك. فانا لما رشيت الباور على البوتاجاز كله قشر لي الاجزاء البلاستيك. المفروض ان الشركة توضح حاجة زي كده، يعني ده عتابي بقى للشركة. المفروض ان هي توضح حاجة زي كده. طبعا مش كل البوتاجازات تستلس، مش كل البوتاجازات ما فيهاش القطعة دي بلاستيك. فانا صورتها في الفيديو الروتين اللي انا كنت مصوراه، ووريتكم قلتلكم ان هو عجبني جدا كتنظيف البوتاجاز كسطح وكجناب وكازاز وكل حاجة. لكن للأسف دمر لي المفاتيح وإيد الفرن. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يعني نصيب ان يحصل كده. وبصراحة زعلت، مش هقول ان انا ما زعلتش يعني، بس الحمد لله. خلاص بقى بعبي الصابون. بصوا يا بنات يعني والله بجد ما شاء الله حلو، والكمية حلوة، يعني 8 لتر يقعدوا معاكي فترة محترمة. لو رحتي جبتي المنتجات التانية زي بريل ووفير والكلام ده كله، اولا مقاطعة، ثانيا وفير وصل سعره ل70، دي اخر حاجة انا كنت عارفاها. معرفش والله غالي عن كده كمان ولا ايه. طب وليه؟ طب ما احنا اهو عندنا منتج ب25 جنيه ونفس الكفاءة. يعني انا عندي الجيركن دوت 4 لتر، والازازة دي 2 لتر، والازازة دي لتر ونص. بنتكلم في كام؟ 7.5. فاضل باقي. بصوا يا بنات بوريكوا تقلوا، ازازة شفافة فباين مبيتحركش. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. وهنا بوريكم بس عشان المصداقية ان هو مليان على الاخر. ياريت لو الفيديو عجبك ما تبخليش عليا بالاشتراك فضلا وليس امرا.